ما حسيت بيها قبل كده. صدق من غير ما تحلفي. بس بقول لك ايه، ما تروحي كده ادخلي جوه اعملي لك اي حاجه عشان عايز اقعد مع نفسي حبه لوحدي. بقى كده يا معتز، والله انا سايباك تتفلق. خلي الكائنات الفضائيه بتاعتك دي تحللك مشاكلك. انا اللي عايش برضو مع كائنات فضائيه؟ لا انا مش مستحمل، انا لازم اروح له واعرف منه الحقيقه. رجب رجب أؤمر يا فاضل بيه. شوف مين يا ربنا. وبعدين ده الأستاذ معتز. استاذ ايه اللي جابه تاني ده؟ طب روح هاته. يا عم قلنا بعدوه عن هنا ولا حطوه في اي حته. استاي بعدين بس ما تخافش، مش هيعمل لك حاجه. تعال اتفضل اتفضل اتفضل. يا اهلا يا اهلا. معلش جالك متاخر كده ومن غير ميعاد. يا راجل انت بتقول ايه؟ انت تشرف في اي وقت. انما مالك يا ميزو؟ شكلك متوتر كده ليه؟ تعالى تعالى اعمل لك كاس. لا 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 ملياش دماغ لكاس. يا راجل انت يعني انت تشرب الصبح وما تشربش بالليل، امرك عجيب فعلا. اعمل لك كاس صغير. بس بصراحه انا مش عايز اعطلك، انا في حاجه كده قلبة دماغي ومش فاهمها. مالك يا ميزو؟ هو انت مش بتشتغل في جهه سياديه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ مش مهم السؤال، المهم الاجابه. لا مفيش اجابه من غير ما افهم السؤال. انت مش تعرف الدكتور سمير ويليام؟ اعرف. حلو. ده كان قاعد بقى النهارده مع شريف صاحبي، قعدوا يدردشوا مع بعض وهات وخد في الكلام، جت سيرتك. قال له ان انت كنت بتشتغل معاه وعامل معاه بيزنس وعندك توكيلات وحاجات من دي يعني. وفيها ايه دي؟ ألا فيها ايه ازاي بس؟ ازاي كده وازاي بتشتغل في جهه سياديه؟ هو انا عمري قلت لك ان انا بشتغل في جهه سياديه؟ نعم. انا عمري قلت لك ان انا بشتغل في جهه سياديه؟ وبعدين هو انا لو بشتغل في جهه سياديه هقول لك اسكت يا ميزو مش انا بشتغل في جهه سياديه؟ ثم مين قال لك ان اللي بيشتغلوا في جهه سياديه ما بيكونش عندهم شركات او توكيلات؟ امال هيغطوا نفسهم وشغلهم ازاي؟ صحيح. طب وش بس يا ريت بقى انت والشريف تاخدوا بالكم من سمير ويليام ده، يعني ما تغرقوش قوي معاه. العين عليه من زمان ولسه هتزيد اكتر لما اللي جايين. ليه ماله؟ يعني الحواديت بتاعت الامريكان والتمويلات الاجنبيه، المواضيع اللي انت فاهمها دي. غريبه قوي. يعني انت تشتغل في جهه سياديه وعامل التوكيلات ديت عشان تغطي بيها نفسك، صح؟ يا عم جهه سياديه مين؟ انت هتقولني كلام انا ما قلتوش. الله. صح عندك حق والله، ما ينفعش تقول صح. ما ينفعش تقول حتى لو كان لصاحبك اللي بقاله يعرفك يجي من 30 سنه، صح؟ ده بالذات بقى صاحبي اللي انا اعرفه من 30 سنه واكتر، واللي من ساعه واحده بس كنت قاعد انا وهو بنخطط عشان مناجم الدهب وغسيل فلوس، ولا ما ينفعش يجي دلوقتي ويقول لي انا بشتغل ايه ولا ايه؟ عندك حق، صح فعلا عندك حق فاضل. الله يدعقه بقى يا شريف، قلب دماغي يا اخي. عايز تعرف انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل صاحبك يا معتز. صاحبك اللي يخاف عليك زي ما بيخاف على نفسه بالظبط. صاحبك اللي لو شافك واقع في مصيبه هيفديك بروحه، عشان عارف ومتاكد انك
انك هتعمل كده بالظبط لو كنت في مكانه. صاحبك اللي عرفك وعرفته وانتوا عيال صغيرين وقلبكوا ابيض زي البفتة، ما فيهوش نقطة سودا واحدة، وعشان كده الأخوة والمحبة فضلوا عايشين جواكوا مهما عدى من زمن وانتوا بعيد عن بعض. عرفت بقى أنا مين؟ أنا صاحبك من زمان. أنا بحاولك يا أخويا. أنا أستاهل ضرب الجزمة عشان سمعت كلام شريف ده. لا 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 لا. بص، شريف عمل الصح علشان خايف عليك، عشان بيحبك. على فكرة شريف ده صاحب كده، بس زي ما قلت لك خدوا بالكم انت وهو من سمير ويليام، يعني ما تبقوش في الأمان قوي كده معاه. حبيب قلبي. اشرب يا ميسو. اتفضل يا محمود بيه. يا ريت بقى حضرتك تقول لي هتحتاج ايه وانا هجهز لك كل حاجه. مبدئيا انا محتاج التعاقدات بتاعت الشركات السياحيه بالنسبه لهنا وبالنسبه للثلاث قرى التانيين. تمام. والموقف المالي بتاعهم والموقف المالي للشركه ككل. مفيش مشكله خالص، انا هحضر لحضرتك كل الملفات المختصه بالمعلومات دي، وممكن كمان اخلي موظف مننا من الحسابات يشتغل مع حضرتك يساعدك لو تحب يعني. تبقى عملت فيا جميله كبيره جدا. لا على ايه بس، هو بالنسبه للحكايه الجميله دي بقى مش هتقول لي هو في ايه بالظبط؟ لا يا سامح بيه، اي استفسار حضرتك قوله لعمك. انا محامي، عندي التزامات اخلاقيه وقانونيه للموكلين بتوعي. طبعا مفهوم. طيب يا رب يكون مكتب عجبك. مش بطال يا سامح بيه. طب استاذن انا بقى. اتفضل. السلام عليكم يا معلمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معلم سيد يا جوت؟ الله يسلمك. يا ابو نادية. يا معلم. تعال. حاضر. 5 وجه لك يا برنس. خد المعلم وجوت توصل المشوار زي ما قلت لك. والعزومة معاك اهي. حاضر يا معلم. ما تنساش اللي قلت لك عليه. عينيا. طريق السلامة ان شاء الله. تسلم يا معلمة. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. على فكرة ده من أحلى الأوتيلات في مدينة الغردقة. الفيو هنا هايل يجنن. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أنا من امبارح حاجز غرفة باسم كابتن أسامة. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك. ممكن الأي دي أو الباسبور بعد إذنك؟ شكرا. تفتكر يكونوا في البيت ولا طلعوا على البحر؟ لا في الحقيقة ما عنديش فكرة، اتصل بشرويت وأنت تعرف. عايز أعمل لهم مفاجأة. تقليش تبقى مفاجأة حلوة يعني. طب من فضلك كمل إجراءات الحجز ونطلع شنط الغرفة. تعال أعزمك على قهوة. ايوه. الأمانة يا شيخ. هاتها وتعال.
اقلع يا راجل البتاعه دي، اقلع. شيخ عصام ازيك يا راجل معلم سيد، كيفك يا راجل؟ اتفضل يا مرحب بيك. والله واتجمعنا بره الزنزانه والعنبر يا شيخ عصام. ربك كريم. الشاي جاهز اهو. تسلم. عايز كم معلقه؟ معلقتين يا شيخ عصام. ايه اخبار الدنيا معاك؟ بعد الليله السوداء اللي كان الرصاص نازل فيها زي المطر. ما تفكرنيش يا شيخ عصام، دي ليله ما يعلم بيها غير ربنا. ليلتها بعد ما هربت من اخر سور لمحتك وانت بتجري ناحيه الزراعات. ندهت عليك عشان تاجي معايا، لكن الظاهر ما سمعتنيش. ساعتها ما كنتش بفكر غير ان انا اوصل البساتين ازاي عشان اشوف اي حته لا مؤاخذه اتوه فيها. انا كمان اتويت في الزراعات لحد تاني يوم، ما طلعتش منها غير لما الدنيا عتمت خالص، وفضلت الطش من هنا ومن هنا لغايه ربنا ما رزقني بناس ولاد حلال ساعدوني لغايه ما جيت لغايه هنا. الحمد لله. قول لي مين اللي دلك على مطرحي ده؟ فاضل بيه. فاضل بيه؟ فاضل بيه مين؟ هقول لك. والنبي بقى يا بابا وديني البحر. معلش يا حبيبتي خليها لبكره عشان النهارده جاي من السفر، ماشي؟ والنبي بقى يا بابا. رنا، بابي قالك ان هو تعبان لسه جاي من السفر. روحي يلا اقعدي معانا هنا عشان عايزه اتكلم مع بابي شويه. ماشي يا ماما. انا مش عارفه انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ مش الدكتور قالك اقعد لغايه اخر الاسبوع؟ ما بتسمعش كلامي. انا خلاص بقيت كويس دلوقتي، ما عنديش مشكله. وبعدين جو البلد هناك بقى مقرف قوي، وانتم كنتوا وحشني. معلش يا اسامه انا هضايقك شويه. يا ريت نعمل اللي اتفقنا عليه اخر مره قبل الحادثه. يعني ايه يعني؟ ما نشوفش بعض فتره. يعني ايه ما نشوفش بعض؟ في ايه يا شباب؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بقى انا جاي بقول لكم عايز اقعد معاكم عشان وحشني واشوفكم، تقولي ما نشوفش بعض. اسامه لو سمحت من فضلك بطل انفعال. بعدين الكلام ده مش جديد، قلناه قبل كده مليون مره. وبطل بقى اسلوب العيال اللي انت بتتصرف بيه ده، لان انت اصلا مش عايز. حاضر حاضر يا شروات، هعمل اللي انت عايزاه بالظبط، هرجع مصر دلوقتي، حاضر. انا ما قلتلكش ترجع مصر يا اسامه، بالعكس انا مبسوطه انك موجود هنا جنب بنتك عشان تاخد بالك منها. يا اسامه انا تعبت. يا اسامه ارجوك حاول تساعدني، لازم نبعد عن بعض فتره عشان نقدر نتعامل مع بعض. ارجوك يا اسامه عشان خاطري. ممكن؟ ممكن. يدوم الشاي يا شيخ عصام. يدوم عزك يا معلم. طب هو عايز ايه مني؟ بص يا شيخ عصام، انا كل حاجه اعرفها قلتها لك، وكل كلمه قالها لي قلتها لك بالحرف. وبعدين الراجل ده بصراحه من طرف ناس انا اضمنهم برقبتي، والراجل بصراحه ما قصرش معايا في ايات وحاجه، بس الراجل شغله كتيمي. شوف يا معلم سيد، الواحد مننا لازم يحرص من اي حد ما يعرفوش. انا عارفك انت عشره وعيش وملح، لكن هو ما عرفوش. قلبها في دماغك واستخير ربنا واعرف الصالح. خد دي رقم تليفون انا كتبته لك، كلمني. وخد دول. ايه دول؟ دول امانه، خليهم معاك لحد ما نشوف بعض تاني، يبقى ردهم. بقول لك ايه يا شيخ عصام؟ ها، الشيخ محمود فرغلي هرب ولا لا؟ لا ما هربش، ما كانش يقدر. على فكرة أنا زهقت من القعدة هنا بقى، آخر حاجة خلاص. اكيد القعده هنا احسن من مصر. انت كمان قاعده زهقانه عشان احنا قاعدين من غير شغل. انت متخيله ان احنا بقالنا 5 سنين بنعمل برنامج يومي كل يوم ومره واحده وقفنا؟ اكيد هتزهقي سواء هنا ولا في مصر. يعني إيه مش فاهمة؟ أنت ناوي تقعد هنا على طول ولا إيه؟ لا طبعا، بس الدنيا تهدى ونشوف ايه اللي هيحصل. شهير النمروسي عامل بكره حفله عنده بالليل على العشاء وعايز الناس كتير، ايه رايك تيجي؟ أنا أوريدي معزومة على الحفلة دي، سامح ده اللي هو مدير الأوتيل عازمني عليها، بس أنا قلت له أنا مش متأكدة خالص. مش متاكده ليه؟ الله، ما أنا عارفة إن أنت رايح أنت وأختك ومامتك ومراتك أصلا لما بتشوفني لوحدها تبقى عايزة تاكلني، ما بالك بقى لو 3 اجتمعوا عليا يفعصوني ولا إيه؟ يا حبيبتي مفيش حد يقدر يقرب لك وانا معاكي. لا 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 بليز بلاش التوتر ده خالص. اسمعي بس، دلوقتي شهير بيه ناوي يعمل محطة فضائية جديدة، هو لمح لي بكده. فايه رأيك نروح نتكلم معاه ونشوف هيقول ايه؟ احنا ممكن نمسك الموضوع ده from A to Z. تشربي ايه؟ أي حاجة. بونجور. اوه بونجور يا هاني، اتفضلي.
ديكورات فيلتك تحفه. انت اشتريتها كده ولا انت اللي عاملها؟ لا، هو السؤال الاهم، عرفت منين اني مشتريها؟ مش يمكن اكون مأجرها؟ مش يمكن بتاعت قرايبي؟ يوه ده انت فظيع. ايه ده؟ انت قايل انك بتصطاد سمك مش وحوش؟ يعني على قدي. بعد الغدا هفرجك على اوضه الصيد بتاعتي. ميرسي قوي. هو مين اللي بيغني ده؟ ايه ده؟ ما تعرفيش عبد المطلب؟ عبد المطلب؟ ياه ده انت مزاج قوي. هو في حد لسه بيسمع الحاجات دي؟ وهو في حد دلوقتي بيسمع اصلا؟ لا ركزي شويه مع عبد المطلب، اسمعي الطرب. الهي ربنا يصونك، الهي ربنا. خلاص صوتك شنيع. شنيع؟ حطمتيني. اروح ازاي دلوقتي انا امتحان الاذاعه؟ معلش، سلام يا طلب. ها نكمل؟ بتحبيه؟ عبد المطلب؟ لا، شهير النمروسي؟ لا، ده سؤال صعب قوي. ايه الصعب في السؤال ده؟ يا بتحبيه يا ما بتحبهوش. يا سلام، هو الواحد بالسهوله دي يقدر يعرف اذا كان بيحب حد ولا ما بيحبوش؟ خصوصا يعني اذا كان الحد ده جوزه اللي بقالهم سنين عايشين في بيت واحد. لا بصراحه بقى مش قادر افهم ايه وجه الصعوبه في السؤال البسيط ده. الصعوبه اني معرفش. بص، يعني انا طبعا بقدره وبعزه عشان زي ما قلت لك هو وقف جنبي كتير وساندني. في الاول خالص كان كويس قوي معايا، بس دلوقتي مش طايقاه وبقيت بتخانق من الحاجات المقرفه اللي بيعملها. حاجات ايه؟ حاجات ايه؟ ايه بيضربك؟ بخيل؟ بيخونك؟ شهير بني ادم رمرام. ما تبصليش كده، انا عارفه ان كل الرجاله بتخون، بس شهير ما عندوش تمييز، يعني اي ته مربوطه بياخدها اوضه النوم. الله، يبقى ايه بقى اللي بتحبيه فيه؟ ايه؟ كرسي الحزب ولا انه قد ابوكي؟ انت مش فاهمني خالص على فكره. لا، الموضوع مش كده. المشكله ان انا كل ما بفكر ان انا ممكن اسيبه وابقى مره واحده في الهوا بتخض، بترعب. انا مش عايزه اتبهدل تاني في الدنيا. حتى دلوقتي بعد ما خسر جاهه ونفوذه برضه مش قادره اسيبه. مش عارفه بصراحه. انا متلخبطه. في ناس كتير كده يا رانيا، من كتر ما بتترعب من الوحده بتقبل على نفسها حاجات احقر بكتير. مساء الخير يا هاني، الغدا جاهز يا ريس. اتفضلي. إلهي ربنا يخون. خلاص بقى. قلت له كل الكلام ده يا دكتور والله، بس اصل انت ما تعرفوش. اسامه مخه صغير، طفل يعني. تعرف الطفل الاناني الشرير اللي ما تدروش اللعبه اللي هو عايزها فيقوم يكسر في كل اللعب اللي حواليه؟ هو ده بقى اسامه. عموما انا اتكلمت النهارده معاه بدون اي انفعال، هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. بس يا ريت بقى يحترم نفسه شويه ويسيبنا استريح. حفله شهير بيه بكره، كريم قال لي عليها، ان شاء الله اشوفك هناك. مبسوطه قوي انك كلمتني. باي باي. وده مين ده بقى اللي بتتكلمي معاه بالمفتوح كده عن اسامه؟ دكتور عمر الدواني. ده الوزير اللي كنت شغاله معاه؟ هو قابلته هنا من كام يوم بالصدفه. وانتوا صحاب قوي كده عشان تكلميه في خصوصياتك عادي كده؟ خصوصيات ايه يا ماما؟ راجل لطيف وذوق، لما قعدنا مع بعض خدنا الكلام عادي. انا مش معترضه، انا بس بحاول افهم، هو عمر الديواني ده متجوز؟ عايزه تجوزولي ولا ايه؟ وليه لا؟
خصوصا انه مهتم بيكي قوي زي ما هو باين من المكالمه دي. عموما هو مطلق وعنده بنت تقريبا كده عندها 17 سنه. يبقى انا عندي حق ومش غلطانه، والراجل شكله محترم، لو سنه مناسب يبقى حقك تفكري فيه بجد. انت ايه حكايتك يا ماما؟ عامله كده قصه من لا شيء. لما راجل ملوش صله بيكي ومهتم قوي يعرف ايه اللي بينك وبين طليقك وخايف عليكي منه وبينصحك، يبقى ده بيفكر فيكي. واذا كان سنه مناسب وراجل محترم يبقى الاصول ان انت تفكري فيه وتبطلي تضييع وقت مع اسامه دوت وحركاته دي. السفرة دايما يا فاضل بيه. يدوم عزك يا هانم. اتفضلي. رجب. احنا خلصنا. رجب المسقعة تحفة، لازم اخد وصفتها منك. بالهنا والشفا يا هانم، اكتبها لك فورا. انت عارف لو عملت كده انا هعمل فيك ايه؟ عارف يا باشا. لا مؤاخذة يا هانم، أنا أعملها وأطبخها وأوديها لغاية البيت، بس الباشا يوافق. إيه ده هو في إيه؟ عجبتك المسقعة يبقى تيجي تاكليها هنا. ولسه ياما في الجراب يا حاوي. مكرونة بالبشاميل بقى، كبدة اسكندراني، ملوخية بالأرانب. ولا أنت فاكرة الحاجات بتتاخد كده بالسهل؟ اللي عايز حاجة لازم يدفع ثمنها ولا ايه؟ ثمنها؟ هو انت كل مره هتدخلني في افلام الرعب دي؟ طيب وعايز ايه ان شاء الله ثمن وصفه المسقعه؟ اي حاجه. هو انت عمرك خدتي حاجه ما دفعتيش ثمنها؟ اقول لك هاتي الخاتم ده وتبقى انت الكسبانه. الخاتم ده غالي قوي. انت اغلى بكتير. تعالي افرجك على اوضه الصيد بتاعتي. وانتوا عزمتوا مين بقى في الحفله دي؟ مش عارفه مين بالظبط، بس هو قال لي انه قال لكل الناس المهمه اللي هنا دلوقتي. يا سلام. طب ما انا من الناس المهمه اللي موجوده هنا دلوقتي، ازاي يعني ما اتعزمتش؟ وانت ليه خدتها جد قوي كده؟ اكيد ما عزمكش عشان ما يعرفكش، او عشان خايف مني. ويخاف منك ليه ان شاء الله؟ يعني عشان صياد بقى وكده. طب ماشي يا صياد، ورينا انجازاتك والميه تكدب الغطاس. اتفضلي. صياد وجيت اصطاد، صادوني عيون الحلوين. قلبك جامد؟ قوي قوي قوي؟ فعلا. طيب يا مامي ايه ده؟ يا مامي من اولها. خشي ما تخافيش، دي كلها حاجات متحنطه. هو انت اللي اصطدت كل الحيوانات دي؟ طبعا انا اللي اصطدتها وانا اللي حنطتها. طب وانت لقيت الحاجات دي فين اصلا؟ في منخفض القطاره، جبل علبه، وفي العينات، وفي الجلف الكبير. الحتت دي اللي انت قلت عليها تطلع فين؟ الحتت دي تطلع في الهند. الله، انت رحت الهند؟ يا سلام، انا بكلم ايه؟ واحده في الاعداديه في مصر طبعا. بس بقول لك ايه، اوعي تجيبي سيره لبتوع حمايه البيئه، ما فيناش من الغدر. وانت بتطلع الحتت دي مخصوص يعني بتسافر لها عشان تصطاد؟ طبعا. الصيد ده اجمل متعه في الدنيا. لما تجربيها عمرك ما تسليها. احساسك وانت بتجري ورا الفريسه بتاعتك، المتعه اللي بتحسي بيها لما تشوفيها وهي بتقع في الفخ، النشوه اللي بتملاكي لما بتقع في ايديكي. اما تجربي هتعرفي. يخرب بيت عقلك، انت مجنون فعلا. هاخدك مره الجبل ونصطاد سوا، ولا خايفه ومش عايزه تجربي؟ لا اجرب، ما بخافش. يا جامد، بس على قولتك الميه تكذب الغطاس.
ايه ده؟ ايه ده؟ الهزار ده مش حلو على فكره، الهزار ده مش حلو. متشكر قوي 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 يا درش. الورق اللي انت جبتهولي ده عملت لي بيه ختمه كبيره جدا. يا باشا ما تقولش كده، ده انت ريسنا وعم الكل. بقى معقوله تبقى في زنقه وما تلاقيناش جنبك؟ عارف والله العظيم، دي عشرة عمر يا راجل. راجع سعادتك الاسامي اللي هنا، واي حد من دول هتعوزه هنجيبه، كلهم تحت ايدينا. ما انا لو اعرف بس هنعوزهم في ايه. ازاي يعني وسعادتك مش عارف؟ لا قصدي يعني انا مش عارف النيابه هتسالني في انهي قضيه وانهي متهمين وكده يعني. نيابه ما نياباش، ما تشيلش هم يا باشا، كلهم تحت ايدينا وكل اللي هنأمرهم بيها يعملوه. الله، هو يعني اللي احنا عملناه ده اياميها مش عشان كنا بنخدم البلد؟ طبعا كنا بنخدم البلد، امال كنا بنخدم امي؟ بس احنا صحيح افترينا شويتين، لكن هو بقى العمل ايه؟ عمل ربنا. وحد كان عارف يعني ان هيطلع الفيسبوك كده ولا ما فيش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اهدى معالي الباشا، اهدى، مش كده. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مين؟ بتاع سالك انا فاضي. ايوه يا باشا، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ها طمني، سبعة ولا ضبع؟ عيب يا باشا، كل اللي امرت بيه يتنفذ بالحرف. خد منك الفلوس واديته تليفونك؟ حصل يا باشا. تمام. ومحمود فرغلي ما هربش. ما هربش يعني ايه؟ يعني ايه السجن مفتوح قدامه وما هربش؟ بيقول انه ما قدرش. ماشي. المهم تكون سيادتك اطمنت بقى ان انا مشغلك في الامان. يا باشا انا دلوقتي طوعك من ايدك دي لايدك دي ورقبتي. تعيش يا ابو السيد. تعالى بقى اما نقعد علشان نظبط حاجه مهمه جدا. اتفضل يا باشا. صلي بينا على النبي. الف صلاه عليك يا نبي. احنا لينا ملف في مباحث المصنفات الفنيه بتاعنا عايزينه. ايوه بس لا مؤاخذه يا باشا، فين من مباحث المصنفات الفنيه دي؟ في مجمع التحرير. مجمع التحرير عارفه يا باشا. هم طبعا قافلين دلوقتي، مظاهرات بقى وناس بايته في التحرير والشرطه غضبانه عند بيت ابوها، انت فاهم. مين بقى دلوقتي فاضي انه يعمل محاضر مصنفات فنيه؟ كلامك عين العقل يا باشا، بس لا مؤاخذه برضه احنا لازم ناخد احتياطنا. بتوع المباحث دول بقى اسالنا انا عنهم، دول بيجوا في الهيفا ويصدروا. عيب عليك بقى، كله مدروس. الملف اللي احنا عايزينه بتاع قضيه قديمه. ثانيا الاحراز بتاعت القضيه دي مرميه هناك، ما حدش داري بيها. انا عامل ترتيبه للدخول والخروج من غير ما حد يضايقنا، لكن برضه لازم نروح ونعاين علشان نبقى مطمئنين 100%. تمام يا باشا، انت كل اللي تؤمر بيه هيتنفذ. عظيم. راجع بعد شويه هيتصل بيك علشان يظبط معاك، هيطلع لك كارنيه صول في المباحث. ايه انبسطت قوي ها؟ طيب مبروك يا عريس. بكره بالليل متاخر هنطلع باذن الله على مصر علشان نوصل بدري قوي الصبح، نخلص المصلحه بتاعتنا وتننا راجعين على خيرة الله يا باشا. اي اسئله؟ لا يا باشا. ايه خفيت من مرض الاسئله؟ طيب يلا سلام عليكم. مع السلامه يا باشا. مع الف سلامه. يبقى تقل بقى عشان مصر برد. ماشي يا باشا. اقفل الباب وراك يا محمود. رجعت الورق؟ مش كله بالظبط، لكن تقدر تقول ان انا ابتديت. انت عارف انا محامي مش محاسب، والشؤون الماليه دي مش اختصاصي. يا سيدي ما انا عارف، كل الحكايه عايزك تاخد فكره عن الموقف عشان لما نقرر الاجراءات القانونيه الصح. ده اللي انا بعمله بالظبط، بس انا رايي انك تتأنى يا شهير بيه. يا محمود ما اقدرش استنى، لازم اعمل المحطه التلفزيونيه. انت عارف الظروف السياسيه اللي بتمر بيها البلد دلوقتي، لو ما بقالناش صوت في الهيصه دي هننداس كلنا بالجزم. مفهوم مفهوم يا باشا. لازم اركز على القناه الفضائيه، لازم.
شهير بيه، ازاي ما عليك؟ انا اسف جدا ان انا جيت من غير دعوه، بس الحقيقه سعادتك ليك عندي حاجه مهمه. انا فاضل ابو الروس. الشرف ليا انا يا فندم. بجد يا كريم البلد هنا تحفه، نفسي نعيش هنا على طول. نعيش هنا ها؟ انت عارفه يا ميار لما بتقولي الكلام اللهبل ده ما بكونش عارف ارد عليك اقول لك ايه. عايزاني اسيب شغلي وحياتي عشان عاوز اكمل في الغردقه واخد تاني؟ ما تفكري كويس. مساء الخير. مساء النور، اتاخرتي ليه؟ ازيك يا مدام ميار؟ طيب عن اذنكم انا بقى. لا وعلى ايه؟ انا اللي عن اذنكم. هو في ايه؟ مراتك مالها؟ ما ده العادي بتاعها. ايه الحلاوه دي؟ النهارده تنبسط في الحفله اللي احنا جايين فيها دي. حاول تخرج من المود الغريب اللي انت حاطط نفسك فيه. كده ننبسط، نضحك، نتكلم. ايه؟ متردد ليه؟ ما تمشي. دلوقتي شرويت لو شافتني هتقلب عليا. سبحان الله. يعني انت جاي مخصوص عشان عارف انها موجوده هنا، ودلوقتي خايف لا تشوفك. انت بني ادم غريب وما بقتش فاهمك بصراحه. طبعا انا ايه يعني دلوقتي؟ لا ولا حاجه دلوقتي. يا اهلا وسهلا. اهلا نورت. شكرا. اتفضلوا. الو، اهلا يا باشا. ايه معقول؟ ده كل حبايبك هنا. طب يا فندم، لا تحت امرك، نلتقي مره ثانيه. الف سلامه يا فندم. السلامه. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير. فاضل ابو الروس. اهلا وسهلا، اتفضل. ميرسي يا فندم. انا عارف ان انا مش معزوم، وعارف ان سعادتك عندك حفله وضيوف. انا مش هعطلك، نص دقيقه بالظبط بعد اذنك. اتفضل. مبدئيا سعيد باشا عبد الرشيد بيبلغ سعادتك تحياته. ايه ده؟ انت عارف اراضيه فين وعلى اتصال بيه؟ هو موجود يا فندم في دبي، والاوضاع متظبطه. اسبوعين 3 وهيظهر الحياه تاني ويتصل بكل حبايبي. الحمد لله، والله دي اخبار كويسه. الحمد لله. ثانيا انا عارف ان سعادتك بتحب السيجار الكوبي، قلت مش معقول يكون عندي الشرف ان انا اقابل سعادتك وما اجيبلكش حاجه بسيطه كده من كوبا. ده اصلي؟ اكيد يا فندم. طيب اتفضل حضرتك. انا مش عايز اتطفل على ضيوف سعادتك. يا راجل تتطفل ايه؟ دول مجموعه من الاهل والاصدقاء. اتفضل. فاضل بيه مش كده؟ فاضل ابو الروس يا فندم. اتفضل يا فاضل بيه. اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا بمعاليك. مساء الخير. مساء الخير يا فاضل بيه. الوزير. اهلا وسهلا. اهلا فاضل بيه. اللواء زي الصحه. ازيك يا حاجه؟ انتوا تعرفوا فاضل بيه؟ مدام رانيا، مبسوطه اني شفت حضرتك. انا سلمى الطناني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. على فكره كلموني من عندك من البرنامج عشان اطلع اتكلم يوم 2 فبراير زي ما حصل مع اسماء. طبعا اسم حضرتك كان موجود في قائمه النجوم اللي كانوا هيتكلموا، بس انا ما رضيتش. ما رضيتيش عشان كنت مع الاعتصام ومش هيخليكوا تقولي رايك؟ لا، ما رضيتش عشان ماليش في السياسه وما عنديش راي اصلا. بس احنا عمرنا ما كنا نمنع حد يقول رايه ابدا. الكلام ده كان بيحصل من الاول، لان الامن هو اللي بيحدد مين اللي يتكلم في البرنامج. انا عن اذنكم. اتفضلي. لا الا ده بقى بعد اذن معاليك، ده صديق عمر من ايام المدرسه. معقول؟ ده انت طلعت عرفت كل الناس يا اخي. الحمد لله. طبعا البيت بيتك يا فاضل بيه. طبعا يا فندم. طيب استاذنكم انا هاخد درينك. اتفضل. حاجه غريبه، ما كنتش متخيل طلع عارف كل الناس. واحنا قد كده اهو. مساء الخير يا هند. مساء النور. معلش هتعبك شويه. ممكن نسكافيه بلاك لو سمحت؟ تحت امرك يا فندم. شكرا. نسكافيه بلاك. اي حاجه مش موجوده عشان نتوكل على الله. ماشي. فهمني دلوقتي انت جيت هنا ازاي؟ جيت بالعربيه بتاعتي. انا هجيب حنطور مثلا. لا مش قصدي ما قلتليش يعني انك معزوم. هو انا لازم اقول لك على كل تحركاتي ولا ايه الهوي عليك؟ ما تقدرش تجاوب على سؤال عدل من غير لف ودوران. ايه هو اللي ممكن لف ودوران؟ انت فاكره انا كان ممكن اسيبك تكوني موجوده في الحفله دي من غيري؟ لا خلي بالك، انا ده قديمه، ما ينفعش معايا الكلام. ماشي يا ابو دقه قديمه. قول لي دلوقتي، انت تعرف شهير منين؟ مبسوط بيك وعمال يعرفك على الناس كلها، ده انت اصلا طلعت تعرف نص الناس اللي هنا. سيبك انت من الكلام الفارغ ده. انت ايه الحلاوه المستفزه؟
هتجنني ولا ايه؟ ما تقطعيش بس. فاضل بيه، ازيك؟ ألفة هانم، ازي حضرتك؟ والله كنت لسه بسأل هانم عليكي. فعلا كان لسه بيسألني عليكي. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. انت عارف وفاء هنا؟ طبعا مدام وفاء الشيمي مصممة الازياء. هلو يا فاضل بيه، ألفة بتشكر لي في حضرتك كتير قوي، وكمان بتقول لي عندك خبرة في حاجات كتير. ربنا يخليكي ويخليها، هي بس مدام ألفت يعني تحب تبالغ شويه. لا طبعا ده حقيقه. بقول لك ايه، فاضل بيه الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدنا في الموضوع بتاعنا. بس يا ريت يا فاضل بيه بقى ما تتريقش علينا. اعوذ بالله، تحت امرك يا فندم في اي حاجه، اتفضلي. انت عارف طبعا المصيبه اللي احنا عايشين فيها اليومين دول، فكنت عاوزه اسال عن حاجه كده يعني. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. هو حضرتك تعرف حد يساعدنا في تحضير الارواح؟ يا هانم، حضرتك بتكلمي واحد من الأعضاء المؤسسين للجمعية العربية لتحضير الأرواح. عشان كده بقى بقول لك كفايه بقى تشاؤم ولازم نتفائل شويه. هيجي التفاؤل ازاي وانت شايفه وضع البلد يعني؟ اهلا 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 معالي الوزير. اهلا اهلا. ازي الصحه؟ الله يخليك. اهلا يا شباب. ازيك يا شريف بيه؟ ايه انت سبت الجورنال وقعدت هنا ولا ايه؟ مع ان انا يا اخي لسه بقرا اسمك على الترويسه. ما خلاص بقى كلنا في الهوا سوا. هم بس سايبين اسمي تسديد خانه لحد ما ينزلوا التعديلات الجديده. يا سيدي انت قلتها، كلنا في الهوا سوا. على الاذن معاليك. اتفضل يا فندم. سلام. باي باي. ده شريف عبد الغني رئيس التحرير، الظاهر اخرته هيقعد معانا هنا. مين اللي كاس يا ابني؟ مين اللي واقف معاه ده؟ ده الوزير عمر الديواني، انت بتشتغل معاه قبل كده. عمر الديواني؟ مالهم واقفين على بعض قوي ومفرفشين قوي كده. بقول لك ايه يا اسامه، بلاش الجنان اللي انت فيه ده. اروح اشوف الناس. حبيبتي اخبارك ايه؟ بقالك هنا قد ايه؟ حبيبتي خليني اشوفك. اوكي؟ هاي يا شروت. انت ايه اللي جابك هنا يا اسامه؟ انا سامح ان بص هو اللي عازمني. انا ما عنديش مشكله مين اللي عزمك، انت ايه اللي جابك هنا تقف معايا دلوقتي؟ ايه بلاش اسلم عليك يعني. اوف انت مش معقول. هو الراجل ده في حاجه بينك وبينه؟ راجل مين؟ انت ازاي اصلا تسالني السؤال ده؟ وبعدين اقف مع مين ولا ما اقفش مع مين دي مش مشكلتك، وزي ما قلت لك مليون مره يا اسامه وريت تسمع كلامي، يا ريت تشيلني من دماغك عشان ترتاح وارتاح. اوف ارتاح. عن اذنكم. سامح. ايوه انكل. سألت لي عليه هو مين؟ هو في الحقيقه انكل هو فعلا انسان غريب قوي، كلهم يعرفوه بس كل واحد بشكل مختلف. اللي هو علي بيقول ان هو شغال في جهه سياديه، بس دكتور سمير بيقول ان هو بيزنس مان نص نص يعني، هو اصلا ما بيستريحلوش. معتز بيه بيقول ان هو صاحب الروح من ايام المدرسه. اما بقى شريف بيه فبيقول لك انه ما يعرفش اصلا هو شغال ايه، بس هو انكل عمر بياكد لي ان هو من جهه سياديه. طيب فاضل بيه العقيد مصطفى اشتغل معايا سنين في البحر الاحمر قبل ما يسيب الشرطه ويشتغل هنا في امن مارينا. اهلا يا باشا. اهلا وسهلا فاضل بيه، تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. فاضل بيه راجل من اصحاب المكانه والهمه وليه فيلا هنا. الله يحفظك يا باشا. فرصه سعيده يا فندم. انا اسعد يا فندم. طب استاذنكم. اتفضل. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور انت مقاطعني ليه؟ مع ان انا اشتغلت معاك بما يرضي الله. يعني انت مش عارف اصحاب الطلاينه عملوا فيا ايه؟ طب وانا ذنبي ايه يا دكتور؟ انا كلمتك يجي شهر، بعت لك ايميلات واتصلت بيك 100 مره، شفت تليفوناتي ولا ما شفتش تليفوناتي؟ شفت تليفوناتي وطنشتني، وبعت لك فاكس، ما كانش ناقص غير ان ابعت لك حمام زاجل. على العموم يا دكتور اكيد هيبقى في فرصه نقعد مع بعض واشرح لك. خساره يا دكتور، الفترة اللي فاتت دي دبي رجعت تشتغل تاني، وكان في مستثمرين كبار وبيدوروا على مكاتب استشارية. بس الآن وما قلتليش ليه؟ سبحان الله، بقول لك قعدت اتصلت بيك كتير. على العموم لو حضرتك مهتم انا طبعا ممكن اعمل كونتاكت بينك وبينه. لا طبعا مهتم جدا. خلاص يبقى رد على تليفوناتي بقى. حاضر، عن اذنك. اتفضل يا دكتور. القشرة برضه ما تونش ولا بلاش. هي دي الفكرة اللي عندي واحب اسمع رأيكم. والله دي فكرة هايلة يا شهير بيه، بس محتاجة تمويل كبير. شوفوا،
لو الايام اللي جايه عدت على خير وسابوني هكون انا الممول الرئيسي، وطبعا هجيب معايا ممولين تانيين، ولو سعديه هانم تحب تخش معانا ده شيء يشرفنا. طب والله هي اللي فاتحه معايا الموضوع ده وبنفسها كمان. عظيم. نتكلم في العملي بقى. اولا عايزكم تكتبوا مشروع للمحطه، ولازم تاخدوا بالكم زي ما قلت لكم البلد خلاص اتغيرت واحنا لينا فيها مصالح كتير، يعني لازم يبقى لنا صوت مسموع والا هيدهسونا. طبعا احنا هنحتاج نعمل اكتر من قناه اخباريه وبعض القنوات اللي يخدموا على القنوات ديت، يعني منوعات، دراما، رياضه. طبعا انا هعتمد عليكم انكم تكتبوا المشروع ده وبعدين ندرسه مع بعض. هي احسن من بكره يا باشا. هاي كده بقى انا عايزكم تعملوا كل حاجه وبسرعه. مروه هاتي لي كاس ويسكي بتلج حصليني على المكتب. حاضر يا فندم. طيب انا هستاذنكم شويه. اتفضل يا باشا. الفرصه اللي احنا كنا بنحلم بيها جت لحد عندنا، مش لازم نضيعها بقى وبكره نشتغل على المشروع ده. قلت لك ده انسب واحد هيقف جنبنا في المشروع ده. تعبت هتتكذب. اتفضل. يا لهوي اللي ظهري. يا راجل لم نفسك. الناس بره ومراتك لو سابتنا يا اخويا مش هتفهم. يا بنت هديك الطقطقين. يا لهوي والنبي لو اديتني الطقعه. انت اتجننت يا راجل. يا بنت ما تخافيش، انا بقول هفهمك. بصي اديني قطه. يا لهوي بس يا راجل بقول لك الناس بره. قطه سريعه. حسابك كده هيتقل. موافق. ايه ده مالك؟ ايه وشك مالوكه ليه؟ مفيش. طب تعالى نتمشى شويه. تعالى. دلوقتي اللي عايز يخطبك يتكلم مع مين هنا بقى؟ فاضل لو سمحت، أنا فهمتك قبل كده أنا ست متجوزة. بس ما بتحبهوش وهو ما يستاهلكيش. على فكره موضوع الشركه الايطالي دي مش غلطته ومالوش ذنب فيها. فعلا انا حسيت ده في مقابلتنا اللي فاتت لما قلت لي انك شايف ان هو المسؤول. لا انا بس كنت متوتر شويه. فاضل ده شخص محترم وفيري اونست بجد. انا مش هسيبك تهربي مني تاني ابدا. انت فاهمه كويس ان انا عندي مشاعر ناحيتك، فعايزين نقرب من بعض اكتر. يا دكتور انت عارف كويس ما تقوليش اي حاجه دلوقتي، انا عايزك تفكري بقلبك وبعقلك. انت يا جدع انت عايز منها ايه؟ انت في ايه اتجننت؟ في ايه يا بني ادم انت بتتكلم كده ازاي؟ بتكلم ازاي؟ عارف لو قربت منها تاني انا هوريك انه في عز الضوء. وسعنا في ايه يا حيوان؟ حيوان؟ يا جدع عندك يا كابتن يا كابتن مش كده عيب. وانت مين انت يا عم؟ لا انت مالك؟ ما حدش يتدخل يا كابتن، ده انا من محبين. لا معلش يا انكل، معلش. في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ الحيوان ده كابتن اللي اسمه اسامه بتاع الكوره ده اللي نازل عندنا في الاوتيل، اتعدى على انكل عمر. يمشي من الاوتيل بكره الصبح. حاضر. يا عمر عايزك. اتفضل. يعني انت بتفكر تتجوزها؟ ده في غلط يا شهير؟ لا غلط ايه؟ بالعكس دي حاجه جميله جدا. انا بس بستفهم عشان اعرف الموضوع مهم عندك قد ايه. بيني وبينك انا بقيت بفكر في موضوع الجواز ده جدا جدا. خلاص يا شهير، الواحد ما بقاش فيه حاجه تستاهل غير انه يفكر يعيش اليومين اللي فاضل له مستريح ومبسوط.
يعني انت حاسس ان شروت دي هي الست المناسبه ليك؟ اكتر ست اعرفها فيها ريحه ولاد الاصول. تعرف انا ايه مشكلتي مع فيرونيك؟ ما فلجر، صحيح فرنسويه بس فلجر. انما شروت ليدي بجد يا شهير. اكتر ست اعرفها تفكرني بولاد الاصول. هو ده كل اللي عجبك فيها؟ لا طبعا، في حاجات كتيره جدا جميله، انما دي اكتر حاجه. تعرف يا شهير، انا الست اللي هتجوزها عايزه تملى حياتي وبيتي بريحه الزمن الجميل، ريحه البيوت القديمه في منشيه البكري. فاكرها يا شهير؟ فاكرها طبعا، بس انا الريحه دي بقى بتفكرني بستات تانيين. خلاص يا ابو الكباتن، اتفقنا؟ اتفقنا يا فاضل بيه. تمام. يلا اطلع بقى ريح شويه كده واستجم مع الجاكوزي، اتفرج على ماتش حلو. الصبح اول ما تصحى كلمني ضروري علشان نتقابل وندردش. عايزك تطمن. قولت ان في حاجه اسمها مشكله من غير حل، ده مش في قاموس فاضل ابو الروس. على اذنك. اتفضل. بكره السلام عليكم. وعليكم السلام. لحظة واحدة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ رجب. إيه الأخبار؟ كله تمام، هعمل لك بقى كوباية شاي تعدل دماغك. ولا شاي ولا قهوة، أنا مستعجل ورايا مصالح. ماشي الحال. إيه فين الناس؟ موجودين جوه مستنيين في مكتب الباشمهندس. وفين مكتب الباشمهندس؟ اتفضل معايا. اتفضل. جابوا الحاجة اللي احنا طلبناها؟ وطي صوتك لحد يسمعنا. اطلب انت بس لبن العصفور وما يهمكش. بقول لك ايه، مش كنت عملت لك كوبايه شاي تعمل بيها دماغ الاول؟ مش هشرب شاي، مستعجل. حاضر، تعال. اتفضل يا استاذ راجل. صباح الخير. اهلا، صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الباشمهندس والاسطى شغالين في منجم السكري وناس ايديهم تتلف في حرير. اتفضل اتفضل يا استاذ. حسين قال لكم على طلبنا؟ ايوه قال لنا، بس اللي بيقولوا ده مستحيل. ازاي؟ ايوه مستحيل. عاوزنا نحول دهب عيار 24 مشغولات وسبايك لدهب خام. ده شيء مستحيل وهيكلف كتير. هو عمره ما هيرجع دهب خام. احنا اخرها يعني هنخليه يشبه الدهب الخام. طيب يا سيدي، ما احنا عايزينه يشبهه. وبعدين احنا مش عايزين خام يعني حجر من الجبل، لا احنا عايزين سبايك زي اللي بتبعتوها كندا تتنقى. ايوه، ما هو كده برضه هيتكلف كتير. انت طلباتك ايه؟ اولا عاوزين مكان نعمل فيه فرن ويكون وصله كهرباء ضغط عالي. غيره؟ ويعني عايزين شويه خامات وشويه عده، نحاس، قصدير خام، حلل ستانلستين. بالتالي بالنسبه للعده ممكن نجيبها من عندنا؟ ممكن يا باشمهندس. طب خلاص، هاتوا العده من عندكم وانا حاسب عليها، وبقيه الطلبات ننزل نشتريها مع بعض. كده تمام. جبت السبيكه؟ طبعا جبت السبيكه. اتفضل. تمام. الدهب في الاخر هيكون شكله كده. وادي فلوسها. ماشي. لو في حاجه محتاجينها مش موجوده في الغردقه، انا نازل مصر اخر النهار. تمام، لان الحلل الستانلستيل والنحاس الخام مش موجود هنا. هي كميه قد ايه؟ حوالي 10 كيلو. 10 كيلو؟ مش كتير. ايه يا سيدي انت عايز ايه؟ عموما انا مجهز لك كل الطلبات، اتفضل هات. تمام. سلام عليكم. ايه بقى انت هتخرج بيها كده؟ شيلها.
اوعى يكون في تفتيش على الباب. عيب يا استاذ رجب. سلام اتفضل. مع الف سلامه، مع الف سلامه، مع الف سلامه. وبعدين بقى ايه يا عم انت؟ عيب عيب بس عيب. اسكت انت بس يا معتز. جوه خش جوه. يا عم ما هتشيله من هنا ولا اعمل فيه اي حاجه، خلينا نخش جوه نتكلم. بس بقى يا معتز عشان انت نرفزته. خش جوه. بصراحه بقى انا عايز افهم ايه معنى الكلام اللي انت قلته امبارح ده. يا معتز جرى ايه؟ انت جاي على الصبح علشان تصحيني وتقول لي كلام فارغ زي ده؟ احنا بينا الظهر، وبعدين يا فاضل يا اخويا انا لازم افهم كنت تقصد ايه، وايه حكايه الست دي؟ لا بص بقى يا معتز، انا اكره ما عليا الزن على دماغي ساعه ما اقوم من النوم قبل ما افوق واشرب قهوتي. توكل على الله دلوقتي وانا لما افوق اشرب القهوه هجيلك والا. لا مفيش وين، خلاص جوجو. وبعدين خلاص اسمع، انا هستناك تاخد قهوتك عندي في الشاليه، ما تتاخرش. ها خلاص ستاي. العكنانه اللي على الصبح دي. كده رسيت على كل حاجه يا ابو سيد؟ تمام يا شراكه. ده لبس الصول اللي هتلبسه، وده الكارنيه بتاع الصول عشان اي حد يسالك تقول له صول. تمام يا شراكه. هعدي عليك 3 الفجر، نوصل فاضل بيه المطار وبعدين نتكل على الله. احنا هتلاقيني صاحي وجاهز. عايز حاجه؟ سلامتك يا شراكه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما تيجي تاكل يا شراكه؟ طبعك ما افتكرت. اتهامات موجهة لهؤلاء المسؤولين، حيث أكدت المصادر المصرية أن النيابة العامة أمرت بتوقيف وزير السياحة السابق زهير جيرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز لمدة 15 يوما لدواعي التحقيق، والثلاثة متهمون باختلاس أموال عامة. يا صباح الفل والياسمين. صباح الخير. انا عندي سؤال مهم جدا، ازاي كل ما افكر اكلمك الاقيكي بتتصلي بيا؟ ده اسمه ايه ده؟ توارد مشاعر ده ولا ايه؟ لا وانت الصادق، توارد اسطوانات. انت مش هتبطل التهريج ده؟ قولي الاول، انت اختفيت فين امبارح؟ معلش الموبايل بتاعي فصل شحن ما عرفتش اكلمك. هو انت ما دريتيش بالفيلم بتاع كابتن اسامه ولا ايه؟ لا هو ايه اللي حصل؟ لا 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 بجد؟ لا دي محتاجه قعده. ما انا لما لقيتك اختفيت فضلت قاعده مع نفسي شويه وبعدين اتسحبت وطلعت نمت. قولي دلوقتي انت هتعمل ايه النهارده؟ لازم اروح اشوف معتز شويه، بعد كده ممكن اقابلك في المارينا ونروح نتغدى في حته لطيفه. فين يعني؟ لا مش هقول لك دلوقتي بقى، خليها مفاجاه. يلا صباح الحب. يلا يا بكاش، باي باي. يا صباح الغرام. اهلا يا عندليب، ايه الاخبار؟ كله تمام، حجزت لك في الطياره وانا وسيد هنسافر بالعربيه. ليه؟ هنحتاج حاجات من مصر عشان موضوع الذهب. قابلت الناس؟ واتفقت معاهم وجابوا لنا السبيكه اللي احنا طلبناها. بس على فكره انا قلقان. قلقان من ايه؟ ازاي نآمن للناس زي دول ما نعرفهمش على 10 كيلو ذهب؟ دول كمان طالبين مكان يعملوا فيه فرن وطالبين كهرباء فولت عالي. يا سيدي مين قال لك ان احنا هنأمنهم على اي حاجه؟ احنا هنوديهم حته ما يعرفوش سكتها منين لحد ما يخلص شغلهم، وطول ما هم شغالين هيكونوا تحت عينينا. برضه قلقان ومش مطمن. طيب سيبها لي وانا هظبطها لك. المهم قبل ما نسافر تكون خلصت العقود بتاعت اليخت. تمام سعادتك. تؤمر بحاجه؟ يلا اتفضل. يعني هم قبضوا عليه؟ مش عارفه يا ماما، الخبر مش واضح. بيقولوا ان هم بيحققوا معاه النهارده في النيابه، وفي اشاعه بتقول انهم احتمال يأمروا بحبسه. انا مش قادره اصدق اللي بيحصل، مش قادره اصدق. انت كنتي تعرفيه يا شروات مش كده؟ اه يا ماما، صاحبي من سنين قبل ما يبقى وزير. مش هتصدقي قد ايه حد مهذب وديسل. مش قادره اصدق ازاي ده هيحطوه في السجن. الله يكون في عونه هو واهله. انا فاكره كان حكيه لما عرضوا عليه الوزاره انه ما كانش موافق، بس هم اللي ضغطوا عليه. سمعت الخبر ده؟ اكيد سمعت. وبعدين هنفضل مستنيين لما يجوا ياخدونا واحد ورا التاني؟ احنا لازم نفكر نسيب البلد. اي حد فينا هيفكر يخرج من البلد دلوقتي كانه بيقول لهم تعالوا اقبضوا عليا. رشيد وبطرس غالي خلاص نفدوا، محدش فيهم هيقدر بعد كده ينفد. يعني انت شايفاني كنت عايزه اسيب البلد، بس هنعمل ايه يا بنتي؟ يعني الخبر ده نازل عليا زي السم الهاري. معلش يا ماما، ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل لنا. احنا اصلا بعاد عن كل اللي بيحصل.
تصدق بقى يا كريم ان اللي قاله شهير بيه امبارح هو ده اللي صح؟ احنا اللي هيحمينا ان احنا نفضل قاعدين ويكون لنا صوت في اللي بيحصل. ادينا بنجرب يا شيرات، ما قدامناش حل تاني. بقول لك ايه، الجدع اللي اسمه اسامه ده لو قرب لنا تاني هضربه بالرصاص، فاهمه؟ لو سمحت يا كريم ما تدخلش نفسك في الموضوع ده، وبعدين ما تنساش ان اسامه ده ابو رنا، دي مشكلتي وانا هعرف احلها. استفلي. يا فاضل يا فاضل، وحياة ابوك يا شيخ، وحياة ابوك مدوخني وراك. قول لي ايه الموضوع؟ لا هي المدام مش هنا ولا ايه؟ عايزنا نتكلم كده براحتي يعني. يا سيدي اتكلم على راحتك على الاخر. المدام في الشاليه اللي جنبنا عند وفاء، عايزك بقى تحكي لي الحدوته من طقطق لسلام عليكم. حدوته ايه؟ بعدين بقى يا فاضل، انا ما بقتش حامل الكلام ده، خش في الموضوع بلاش لف ودوران. يا عم الموضوع معاك انت اللي خش في الموضوع من غير لف ولا دوران واحكي لي. احكي لك على ايه؟ ايه حكايتك مع رندا الامير؟ انت تعرف رندا منين؟ يا سيدي انا بعرف كل حاجه، مش عيب بقى لما تسالني سؤال زي ده. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انا مش عايز اي حاجه، انت اللي عايز. يا فاضل بلاش او ما امشي. لا اقعد. انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. الحكايه اللي بيني وبينها زي اي حكايه بين اي راجل وواحده ست. اتعرفت عليها في المكتب بتاعها لما رحت لها عشان تعمل لي الدعايه بتاعت الشركه بتاعتها. كانت بتعمل التصميمات وتيجي تصور وبعد كده تيجي توريني التصميمات بتاعتها. قاعده ورا الثانيه حصلت الحدوته. بس دي مش حدوته عابره، ده موضوع 3 سنين. تفرق ايه يعني؟ مش فاهم. لا يعني دي قصه حب بقى. هو عيب اني احب؟ حرام يعني؟ لا مش حرام انك تحب، بس لما تبقى راجل متجوز وعندك بنوته زي القمر، الحب التاني ده بيبقى اسمه حاجه تانية. هو انت ما سمعتش صباح وهي تصدح وتقول بقى ده اسمه كلام؟ القلب يساع 2، وان كان ده غرام التاني اودي فين؟ لا مؤاخذه. يا عم تاني ايه واولاني ايه؟ انت هتوديني في داهيه اكيد. تصلك مش فاهم. ما انت شفت مراتي دي انسانه تقدر تقول يعني مندمجه شويتين كده مع الطبيعه، متساميه على الغرايز بتاعتها وما بقتش محتاجاها خلاص. انما انا بقى زي ما انت شايفني كده دقه قديمه ومتخلف، بتحركني غرايزي الحيوانيه. ايوه بس الغرايز الحيوانيه دي ما بتعملش قصه حب 3 سنين بس. اهلا يا فاضل بيه. مساء الخير يا هنا. كويس انك مشرفنا، انا وفوفا كنا لسه في سيرتك حالا. وانا اقول ايه اللي مشرقني كده؟ كنا عايزين نتكلم معاك في الموضوع اللي اتكلمنا فيه امبارح لوحدينا. تحت امرك. حاضر. فممكن تيجي تشرب معانا شاي في الجنينه؟ قوي بس ده لو عند حضرتك شاي صيني، انا الحقيقه ما بشربش اي نوع شاي تاني. عندي شاي اورنج الاحمر. يا سلام، هو ده الكلام. خلاص مستنيينك. حاضر. انت بقول لك مندمجه مع الطبيعه. طيب عن اذنك اخد انا بقى علقه الطبيعه. روح يا اخويا روح. كابتن اسامه لحظه واحده. صباح الخير يا كابتن. صباح النور. كنت حابب افكر حضرتك ان الحجز هيخلص بكره. خلاص اوكي، مديلي كمان اسبوع. اسف جدا يا فندم، الاوتيل عندي كومبليت. نعم؟ اوتيل ايه ده اللي كومبليت؟ عندي حجوزات من شركات سياحه كتير. شركات سياحه كتير؟ انت هتستعبط عليا انا؟ هي البلد فيها سياحه اصلا؟ انتوا مش لاقيين تاكلوا. بالهداوه يا كابتن لو سمحت. وانت تطلع انت كمان. كابتن اسامه لحظه واحده. صباح الخير يا كابتن. صباح النور. كنت حابب افكر حضرتك ان الحجز هيخلص بكره. خلاص اوكي، مديلي كمان اسبوع. اسف جدا يا فندم، الاوتيل عندي كومبليت. نعم؟ اوتيل ايه ده اللي كومبليت؟ عندي حجوزات من شركات سياحه كتير. شركات سياحه كتير؟ انت هتستعبط عليا انا؟ هي البلد فيها سياحه اصلا؟ انتوا مش لاقيين تاكلوا. بالهداوه يا كابتن لو سمحت. وانت تطلع انت كمان مين؟ انا من امن الاوتيل. امن الاوتيل؟ هي بقت كده يعني؟ ماشي الساعه مقطعه بعضها قوي. ماشي يا سيدي ماشي. يعني ده بجد يا فاضل بيه؟ شوف يا هانم، مسألة تحضير الأرواح دي حاجة مفيش فيها كلام، إنما السؤال إحنا عاوزين منها إيه؟ كنا عاوزين نعرف هنتصرف ازاي في الظروف المهببه اللي احنا عايشينها اليومين دول. والفت هانم ما تزعلنيش منك أمال. أرواح إيه دي اللي هتقول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه وتفتي في المستقبل؟ إحنا ناس مؤمنين ما بنفكرش كده. اوكي يا فاضل بيه، بس هما بيحضروا الارواح ليه؟ لأسباب كتيرة الحقيقة. يعني ممكن يبقى مثلا حد مات مخبي سر عاوزين نعرفه، أو حد شايل حاجة مهمة بندور عليها ومش لاقيينها. وساعات بنحضر روح إنسان عزيز علينا لأنه وحشنا، محتاجين نحس بوجوده جنبنا. بص بقى، مش مهم الاسباب، المهم ان انا هموت واجرب الموضوع ده. ايه رايكم نحضر روح حد من الناس المهمه يقول لنا ايه رايه في اللي بيحصل في البلد؟ احنا الحقيقه قبل كده في الجمعيه عملنا مجموعه جلسات مع ناس عيانه بامراض غريبه،
وحضرنا ارواح دكاتره عالميين كشفوا عليهم وشخصوا المرض وقالوا على العلاج. والله احنا ممكن نحضر روح خبير في السياسه او في الاقتصاد ونساله ايه رايه في اللي بيحصل. طب يلا نعمل كده طالما حضرتك بتفهم قوي في المواضيع دي. انا قلت لك قبل كده الموضوع ده محتاج وسيط. ده صحيح. بصي هو في اكتر من طريقه بس الوسيط افضل. طيب سيبوا لي انا الموضوع ده، انا هشوف حد كويس واجيبه. طيب ممكن بقى تشوف اللي انا عملته في موضوع السنتر بتاعنا؟ يا سلام، هايل هايل. ده انا لسه كمان هزود شويه حاجات واحط عليه تعليق بصوتي. عظيم. كده بقى انت محتاجه لحته مزيكا تكون مناسبه. صح يا فاضل بيه. سيبي لي بقى الموضوع ده خالص، انا هجيب لك مزيكا تجنن. اتفقنا. مساء الخير. يا دي اسامه، شكله جاي لكم انتوا. انا هدخل لمعتز. فاضل بيه تيجي معايا؟ لا اتفضلي. اوكي عن اذنك. ازيك يا فوفي؟ هلو يا اسامه، ازيك؟ امال شريف فين؟ لا ده شريف ومراد من الصبح على البحر. ازيك يا ابو كباتن؟ ازيك يا فاضل بيه؟ والله انت فيك الخير، انا لسه حالا كنت هروح لك الاوتيل. الله يخليك. ايه رايك بقى نروح سوا افرجك على المركب بتاعي زي ما اتفقنا؟ ماشي. انا ازيك يا هاني؟ سلام يا فوفي. فاضي شويه؟ تعالي اتفضلي. صحيح، انت امبارح اختفيتي فجأة. مش عارفه، حسيت ان انا مصدعه قوي، قلت مش عايزه اضايق حد فاتسحبت وطلعت نمت. طب وعامله ايه النهارده؟ لا بقيت احسن الحمد لله. طب وايه رايك في الحفله؟ يعني انا عن نفسي انبسطت، بس مش عارفه ليه حسيت ان في ناس كتيره متنشنه قوي. طبيعي الناس تبقى متنشنه في الظروف اللي بتمر بيها البلد، بس ده ملوش علاقه بالحفله يعني. على الاقل اتعرفت بناس جديده، ولا ما لحقتيش تعرفي بحد؟ يعني اتعرفت بكذا حد لطيف، اكترهم اسمها ايه المذيعه سلمى الطناني، حاسه ان احنا ممكن نبقى اصحاب. كويس قوي، لان غالبا هنعمل شغل مع بعض. طب بمناسبه الشغل، انا كنت عايزه اسالك على الفكره اللي اتكلمنا فيها، اصل انت من ساعتها ما قلتليش حاجه. النهارده نبيل كلمني وسالني ناويه اعمل ايه. احنا هنخش الشغل من سكه تانيه خالص، اصل احنا هنعمل محطه تلفزيون. بجد؟ جديده دي؟ ما احنا لازم يبقى لنا صوت مسموع. المهم اللي يخصك في الحكايه دي ان احنا اكيد هنشتري مسلسلات، بس لازم هنتفق مع المنتج بتاعك ده من سكه تانيه. ده معناه طبعا انا اللي هاخد البطوله. اكيد. يس. بقول لك ايه، احنا لازم نقعد مع المنتج ده. اكلمه يجيلك؟ خليه يجي وكلمي سامح يحجز له في الاوتيل. خلاص انا هعمل كده. طب انا همشي كمان شويه، عايز مني حاجه؟ لا اتفضلي. استنى، خدي الورق بتاعه ده اديهوله وقولي له يجيب افكار جامده شويه. خلاص هعمل كده. باي باي. باي باي. ما يهمكش يا كابتن. ايه يعني ما رضيوش ان هم يمدوا لك الحجز؟ في هنا فنادق تانية كتيرة قوي، ممكن نحجز في اي واحد تاني. انا كل اللي غايظني وهيخلي دماغي تفرقع ان واد مدير الفندق ده قريب الوزير البقف بتاع امبارح. وبعدين بقى احنا قلنا ايه؟ مش قلنا تروق كده وتهدى؟ انت راجل نجم كبير، يعني ليك سمعتك واسمك، ما يصحش انك تفضل منفعل كده عمال على بطال. انا اسف يا فاضل بيه، معلش تقلت عليك امبارح شويه. لا 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 ولا يهمك. بس هقول لك على حاجه، اللي عمله عمر الدواني ده برضه خلانا اتنرفز ودم فار. يا عم انا ماليش دعوه بالخناقه دي، مش عايز اسمع عنها حاجه. انا زي ما قلت لك انت واحد من لعيبه الكوره القليلين اللي بيملوا دماغي. انا عايز اتكلم معاك في الكوره وبس. تعال اتفضل. اتكلم في الكوره ازاي يعني؟ ده انا خلاص عديت ال 40 سنه ما عادش ليا فيها. لا وايه يعني؟ انت برضه ممكن ترجع. يا عم انا عديت ال 40 سنه والرباط الصليبي مقطعني. طب خلي بالك بقى السلم والرباط الصليبي. تعال اتفضل. يا كابتن انا ما بقولكش ارجع للكوره، يعني العب. اقعد. قول لي يا ابو كباتن، انت شغال ايه يعني بعد الكوره؟ من ساعه ما سبتها اشتغلت فيها؟ عملت قرشين حلوين، شغلتهم في التجاره، فاتح كام محل كده في المنصوره وبورسعيد، بشغل فيهم اخواتي وجواز اخواتي البنات. ده كلام جميل.
بس ده معناه يعني انا مؤاخذه في دي الكلمه انك قاعد من غير شغل، مع ان كل زمايلك شغالين الله ينور. عارف المشكله في ايه؟ من ناحيه انت مش مقدر قيمه نفسك، ومن ناحيه تانية بتضيع الفرص اللي في ايدك. يعني عندك مثلا القعده بتاعت امبارح دي كلها ناس تقال، وانت ما شاء الله نجم كبير وليك اسمك، ده غير انك كنت مناسب من وسطيهم، يعني تقدر تعمل معاهم احلى شغل، بس ده لو مركز وبتتصرف صح. عندك مثلا القعده اللي كانت على جنب اللي كان عاملها شهير النمروسي مع كريم البيلي وسلمى الطناني، عارف دي كانت عن ايه؟ عارف، شهير عايز يفتح محطه فضائيه جديده، وعايز سلمى وكريم يدرسوا له المشروع. الله، وهو ده مشروع قليل؟ انت فين بقى من ده كله؟ ليه ما تحطش رجل في المشروع ده؟ احط رجلي ازاي يعني؟ يا ابو الكباتن، اكيد المحطه دي هيبقى فيها برامج رياضيه، اكيد هيبقى فيها برنامج كوره كبير. مين احسن منك يمسك البرنامج ده؟ زي خالد الغندور كده مثلا. طمني، لسه مفيش اخبار؟ طب لو سمحت، لو عرفت اي حاجه كلمني. مع السلامه. ها يا دكتور، في اخبار جديده؟ ابدا، لسه بيحققوا معاهم، بس اتقال لهم من اكتر من حد ان اوامر حبسهم هتطلع النهارده. يتحبسوا ازاي يعني؟ احنا ما ينفعش نسكت على الكلام ده، احنا لازم نعمل حمله ضغط دوليه لان ده يعتبر اضطهاد سياسي. يا شروت، تفتكري هم فعلا بيضطهدونا ولا احنا نستاهل اللي جرالنا؟ نستاهل ازاي يعني يا عمر؟ انا مش عارف، انا بفكر اللي عملناه السنين اللي فاتت كان صح ولا غلط؟ غلط ازاي يعني؟ اولا السوق كان لازم يتفتح، يوم العالم كله كان هيدوسنا بالجزم، والقطاع العام كان لازم يتباع لانه كان مفلس وخربان ومديون. حتى الاسعار كانت لازم تزيد عشان نعرف نصدر، والمستثمرين كان لازم نسيبهم يكسبوا شويه، يوم البلد ما كانش هيدخلها دولار واحد، والناس بقى تستحمل. هنعمل ايه يعني؟ يا شروت، يعني احنا كان لازم نعيش العيشه اللي احنا عايزينها ونقول للناس استحملوا. لا، العيشه اللي احنا عايشينها دي من حقنا، فلوس كسبناها من شغلنا، يعني محدش يقدر يحاسبنا. يا شروت، صدقني نفسي ابقى واثق قوي زيك كده، بس مش عارف، انا متلخبط يا شروت. بيتهيألي مش هقدر اواجه نفسي في المرايه واسالها يا ترى الفساد والخراب اللي حصل في البلد السنين اللي فاتت احنا مسؤولين عنه ولا لا؟ بس برضه بيني وبينك انا مش هقدر استحمل السجن. عمر، عشان خاطري اهدى شويه، بلاش توتر عشان خاطري. ايوه كده يا ابو كباتن، شفت لما بتبقى هادي ورايق بيبقى دمك زي الشربات ازاي؟ طيب يا ابو كباتن، احنا بقى ايه، هنقعد نكمل كلام مع بعض بس بعد ما تفكر في الكلمتين اللي قلناهم. اوكي، وانا متشكر قوي قوي على القعده دي يا فاضل بيه. بصراحه بقى القعده معاك بتخليني انسى هموم الدنيا، بقى مرتاح خالص. اهلا بيك في اي وقت، اتفضل. خلي بالك من الصليبي. هتمسكها لي بقى. معلش انا اسف مش هقدر اوصلك، مستني ناس، لكن انت ممكن تاخد تاكسي مننا. لا يهمك، انا هتمشى لي شويه كده. طيب يلا سلام. مع الف سلامه. اهلا معالي الوزير. اهلا يا فندم. لا ده كلام، انساك ازاي بس؟ طب تصدق بالله انا قاعد دلوقتي عمال ارتب في الموضوع بتاع معاليك، بكره بعد بكره بالكتير يبقى عندك اخبار كويسه ان شاء الله، ما تقلقش. مع السلامه. اهلا بالقمر، ابو مواعيد مظبوطه. عامل ايه؟ احسن منك. ماشي، قولي بقى عازمني فين، وما تقوليش انك هتاكلني سمك نايف في وسط البحر. لا مفيش بحر النهارده. امال هنروح فين؟ هوديك حته تانية خالص. يلا اتفضلي اركبي وانت تعرفي. المحامي العام لنيابة الأموال العامة في مصر قرارا بحبس كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمهندس أحمد المغربي اسود الإسكان السابق. يا نهار اسود، هي وصلت في الحبس كمان؟ هو احنا هنعمل ايه؟
ممكن افهم هنعمل ايه؟ يعني احنا هنعمل ايه تاني اكتر من اللي عملناه؟ ما تهدى بقى يا معتز، التوتر مفيش منه فايده يعني. هم مش خلاص شالوا الراجل، عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ عايزين كل حاجه. قرار الحبس ده غالبا عشان الملايين اللي نازلين تحرير بكره يحتفلوا بانتصار الثوره، يقوموا يهدوا يقتنعوا ان الثوره انتصرت، يروحوا بيوتهم وهم مبسوطين. يا سلام، يعني هم يحتفلوا كل اسبوع واحنا كل اسبوع يتحبس مننا شويه كمان. ده غالبا اللي هيحصل. واخرتها؟ اخرتها بقى لما يبطلوا ينزلوا الشوارع بالملايين، واحنا هنفضل قاعدين كده مستنيين. يا سلام. يكون في معلومك انا لا يمكن اتحبس ابدا. انا اولع في نفسي بالجاز وما اتحبس. انا مش فاهم، احنا ما اشتريناش اليخت ليه لغايه دلوقتي؟ شوف سي فاضل فين. لمدة 15 يوما بتهمة تبييض الأموال. قافل تليفونه. قافل تليفونه. ممكن افهم قافل تليفونه ليه دلوقتي؟ وانا مالي؟ انا مالي انا يا اخي؟ قافله ولا فاتحه؟ ما تهدى بقى يا معتز، ولا اقول لك انا ماشي سلام. سمعت الاخبار؟ اديني بسمع الزفت اهو. طب والنبي يا معتز والنبي من غير توتر، ممكن تقولي انا ممكن اعمل ايه علشان انا بتلخبط؟ تعملي ايه في ايه بس يا ألفت؟ مش وقته. يعني لما يجوا ياخدوه عاوزني احط لك ايه معاك في الشنطه؟ ألفت ابعدي عن وش السعادة، ماشي؟ براحتك براحتك يا معتز. في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال. عرف هذا المصدر وبعدين يا شهير، احنا هنفضل قاعدين كده لغايه ما يجوا يقبضوا علينا؟ اللي حصل ده احنا كنا متوقعينه يا عمر وعارفينه. هما دلوقتي بيضربوا الدايره بتاعت عز وجمال عشان يهدوا الناس، واحتمال قليل قوي انهم يقربوا مننا. علشان كده قلت لك القعده في المارينا امان. لو حسينا انهم في يوم من الايام هيقبضوا علينا هناخد اليخت ونخلع. طب انت ليه ما فكرتش ان احنا نفضل قاعدين هنا وندافع عن نفسنا؟ لا طبعا، بقى انا طول عمري بدي اوامر مين يقعد ومين ما يقعدش ومين يمشي ومين ما يمشيش. اجي على اخر ايامي واتحط في زنزانه مع المجرمين. كلنا مجرمين وكلنا ضحايا على رأي كمال الشناوي. بجد يا شهير انا بقيتش عارف انا ضحيه ولا مجرم. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا عمر، احنا ما نقبلش ان احنا نتعامل زي المجرمين ولا نقبل ان احنا نبقى ضحايا، فاهم؟ انت فاهمني يا بلبل؟ بقول لك محطة التلفزيون هتبقى بتاعتنا احنا بالظبط. انا عايزاك بقى تركز معايا وتعمل لي الشغل اللي يخليني نمبر 1. لا الورق اللي بعتهولي ده ما ينفعش، ده تبله وتشرب ميته. انا عايزه حاجات جامده بجد. اوكي بص، انت كده كده لازم تيجي هنا، لازم تقعد تتكلم انت وشهير. ايوه انا هحجز لك في الاوتيل اللي قلت لك عليه وهكلمك واقول لك. طيب يلا باي باي. مقر المباحث نفسه في دور تاني، ده مالناش دعوه بيه. احنا عايزين الارشيف بتاعه وده موجود هنا. بس احنا اتاكدنا من الحراسه هنا يا باشا. وده اول حاجه هنعملها دلوقتي. دلوقتي انتوا هتروحوا تغيروا تلبسوا لبس الصناد بتاعكم وتخشوا تشوفوا الوضع عامل ازاي. هنخلي بالنا ان الحته اللي احنا عايزين نخشها اللي فيها الحاجه بتاعتنا موجوده هنا اهو. ايه ده؟ جوه المكان ده. يعني احنا لما نروح نعاين دلوقتي هنبقى بندور على ايه؟ الحراسه عددها قد ايه؟ متوزعه ازاي؟ المكان اللي احنا عايزين نخشه جوه ده مقفول بايه؟ غالبا باب حديد، ودي مش مشكله لان معانا العده، بس برضه عايزين نشوف يكون في مشاكل تانيه. تمام؟ هتتوكلوا دلوقتي على الله، هتغيروا هدومكم في دورة الميه اللي اتفقنا عليها، تخشوا تنجزوا المهمه الاولانيه بتاعت المعاينه دي وترجعوا تغيروا تاني وتقولي هنا، مش هتقولي بالميري. تمام؟ هتخشوا المجمع وتخرجوا منه من الباب اللي ورا من القصر العيني، مش هتخشوا من التحرير. ليه يا باشا؟ ليه ايه؟ ليه هندخل من القصر العيني ما ندخلش من التحرير؟ رد انت يا راجل. عشان الشباب اللي في التحرير لو شافونا بالميري هيزعلونا.
بالله. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش فاهم، الناس بقت مليانه جلياطه. يا علي ما تهدى كده وتمسك نفسك شويه. ما انت شايفه يا حاج عمايله؟ من ساعه ما خد مني الورقتين وهو لا حس ولا خبر. قابلته في الحفله قال لي هكلمك بكره، اهو ما كلمنيش، التليفونات حتى ما بيردش عليها، كأني كل اللي كان همه ان ياخد مني الورقتين وبس. كل ده مش مهم، المهم انك تهدى علشان تشوف هتعمل ايه. هعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وعلى كل جايين هنا ليه يا حاجه؟ مش كل جايين علشان نقبض على بسلامته ده قتال القتله اللي خرج من السجن وهرب وحاططنا في دماغه؟ يعني نستنى يا حاجه لحد ما القضاء ينزل علينا ويجي يخلص؟ يا حاجه ده احنا قاعدين بقالنا اسبوع بحاله ما عملناش اي حاجه. هو مش قالك انه بيتقص عنه عشان يعرف هو مستخبي فين؟ يا ستي ما قلناش لا، بس يشركني معاه، ما يخلينيش كده قاعد راس كرومبا. وانا كنت ايه؟ ده انا كنت مدير امن، انا خرجت من الوزاره وانا مساعد وزير الداخليه. الله، بذمتك انت وحياة الحجه اللي انت حكيتيها دي، في حد في الدنيا يتحرى احسن مني؟ هم مش جهه سياديه وهم اللي ماسكين البلد، يبقى خلاص هم يبقوا عارفين كل حاجه. يا ستي انا ما قلتش لا، جهه سياديه على عيني وعلى راسي. قال لي اقعد هنا وقعدني زي خيبتها، ما تخرجش، ما خرجتش، ما تتكلمش مع اي حد في المهمه اللي احنا جايين فيها، ما اتكلمتش، قطعت الخمس. بس توصل بقى هو يتحرى ويمكن يعني يحطني في دماغه ويجي يشورني. يا اخويا انت مستخسر في نفسك الراحه، ما ترتاح لك يومين شويه بدل الهم اللي انت كنت فيه ده. وبعدين بقى صدقني هيروح وهيستقصى وهيعرف وهيجي يشور. اهي كلمه الشوره دي هي اللي بتعصبني. شوف يا حاجه، انا الفار ابتدى يلعب في قلبي، انا اللي هقوم بالمهمه دي، انا اللي هتحرى بنفسي. انا تخصص يا حاجه، تخصص مباحث. يا اخويا ما تهدى بقى، ده انت مركب دعامتين. برضه هتقول لي دعامتين؟ كل ما اتكلم معاك تقول لي مركب دعامتين. خلاص انا كده مش هلحق اركب التالتة. كده احنا عرفنا هنلهي العساكر ازاي. شكرا. الحساب بقى لو سمحت. السؤال بقى، ازاي هنخش بالعده؟ عادي يا باشا، ندخل بيهم عادي. عادي ازاي؟ مش هيدققوا معانا؟ ولا حد هيدقق ولا حد هيسأل. انا من شويه لما دخلنا كان قلبي هيقع في ركبي، طلع ولا حد باصص ناحيتنا اصلا. يا راجل، هو مفيش اي رتب واقفه؟ لا واقفه ولا قاعده، كلهم عساكر. كلهم عساكر، ده كلام جميل. طيب بصوا بقى، انا هتحرك دلوقتي وهستناكم عند المدخل بتاع القصر العيني. هتخشوا على دورة المية، تغيروا وتقولي بالميري. أول ما هشوفكم هخش أنا، هستناكم تخشوا ورايا بالعدة. دخلتم كان بها، حد عكسكم هتصرف أنا. تمام؟ يلا حاسب أنت بقى يا أبو راجع، واجب عليك برضه. كله من خيرك يا باشا. صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا فندم. مصطفى بيه موجود؟ نقول له مين حضرتك؟ قول له اللواء علي. اتفضل يا فندم، في انتظار حضرتك. اتفضل. صباح الخير. اهلا معالي الباشا، اهلا معالي الباشا، ازاي معاليك يا باشا؟ اهلا، نورت المكتب. اتفضل استريح سعادتك. قهوة سعادتك ايه يا باشا ولا نجيب حاجة ساعة؟ لا خلي قهوة على الريحة. قهوة على الريحة بسرعة، وهات لي القهوة بتاعتي. شوف يا درش، أنا مش هطول عليك. أنا هتكلم معاك في الموضوع اللي أنا جايلك على طول. يا باشا اتفضل، ما يهمكش، مفيش لا عطلة ولا يحزنوك. أنت فاكر محمود فرغلي؟ محمود فرغلي؟ إيه اللي فاكره؟ هو ده يتنسي؟ بس إيه اللي جاب سيرة الهباب ده تاني؟ محمود فرغلي كان في أبو زعبل، هرب مع المساجين في المظاهرات الأولانية والهيصة اللي حصلت دي. عرفت بقى إن هو جه الغردقة هنا وترستق مع أهله اللي هربوا من الصعيد وجم هنا. ده بقى اللي نزلني البحر الأحمر. طب وسعادتك بتفكر في إيه؟ اللي بفكر فيه درش، أنا جاي أجيبه وأسلمه بدل ما ترستق هو وينزل لي أنا ويخلص عليا وياخد بطاره. عين العقل، تفكير مظبوط برضه. الكشوفات اللي أنا طلبتها منك بتاعت المرشدين اللي بيشتغلوا معانا
كنت طالبها منك عشان خاطر الموضوع ده. بصراحه ما كنتش طالبها عشان خاطر النيابه والتحقيقات زي ما قلت لك في الاول، لكن كنت عشان اوصل له باسرع وقت ممكن. حلو. طب وسعادتك لقطت لنا اي اسم في الكشوف دي نروح نقطره ونجيبه يدلنا عليه؟ هو بصراحه في حاجه كده هي اللي معطلاني يعني. خير يا باشا. مصطفى هقول لك على حاجه بس مش عاوز اي مخلوق يعرف بيها، مفيش كلمه تتنطر كده ولا كده. يا باشا عيب اما تقول لي الكلام ده انا تربيه ايدك، والمر ده كله عشنا انا وانت سوا. انت فاكر فاضل بيه اللي انا عرفتك بيه في حفله المرسيه؟ فاكره. فاضل بيه بقى بيشتغل في جهه سياديه عليا، تعرف طبعا هم اللي ماسكين البلد الايام دي. ايوه ده صحيح. فاضل بيه هو اللي جاب لي خبر هروب فرغلي، وجاب لي الناس امن في الفيلا بتاعتي، بس انا قلت لا، لازم انا انزل بنفسي واجيب فرغلي. بس هو بقى ليه راي تاني، عاوزني انا اقعد وهو يشوف الشغل ويشوف كل التحريات وفي الاخر يجي يقول لي. وسعادتك طبعا ما تقدرش على كده. اقدر ازاي بس يا مصطفى؟ ما انت عارف كل حاجه. الله، البحر الاحمر ده حتتي، مفاتيحه كلها في ايدي. انا اقول لك يا باشا، هم غالبا مش عايزيننا نتدخل في اي حاجه من شغلهم، قلقانين مننا وخايفين لا نلعب عليهم. لما ابتدت الثوره والداخليه وقعت، عدى علينا ناس منهم هنا في مارينا الغردقه، امنوا المكان وادونا التعليمات، وبان قوي انهم مش عايزين اي حد من المباحث او كان ليه صله بيهم يبقى له دخل في شغلهم. طب وانا اصبر على الهم ده ليه؟ الله، ايه اللي جابني هنا من اساسه؟ ما انا كنت قعدت في بيتي وانتظرت القضاء زي ما انا قاعد منتظره دلوقتي. لا يا باشا، انا اقول لك نعمل ايه. احنا لا هنتدخل في شغله ولا لينا دعوه هو بيعمل ايه، وسعادتك هتقعد في الاوتيل مستريح زي ما طلب منك بالظبط، ولا كانك قلت لي حاجه. واديني بس 48 ساعه، انا عندي سكه تانية بعيد عن اي حد، هعرف اتأصلك بيها عن محمود فرغلي واجي لك اقول لك على المفيد، وكده لا نبقى اتدخلنا في شغل فاضل بيه ولا عكسناه في حاجه. مصطفى يعني اطمن يا باشا؟ عيب، ده احنا رجالتك. ربنا يكرمك. طب استاذن انا بقى. طب القهوه بتاعت سعادتك؟ لا يا عم، يبقى لي عندك قهوه. سلام. ماشي ماشي، عليكم السلام. خلاص عرفتوا خط سيركو ازاي؟ هنروح على البور ومن هناك هنخرم على طريق السويس ونكمل احنا مشوارنا. تمام. نزلنا انا بقى هنا وهتجيلي بكره على المطار زي ما اتفقنا. طب ما اوصلك البيت يا ريس؟ لا اسالي اخد تاكسي من هنا. يا ريس اوصلك اي حته عايز تروحها. خلص يا راجل بقى، نزلني هنا. حاضر. يلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا ريس. ما تنزل يا سيد تيجي قدام ولا هتعمل فيها بايه وتقعد ورا؟ لا بيت مين يا سي رجب؟ جاي لك حالا. ايوه يا نبيل، انا حجزت لك في الاوتيل بعد بكره، وبعت لك مسج بميعاد الطياره. عربيه الاوتيل هتستناك في المطار. بص بقى تجيب لي كل الورق اللي اتفقنا عليه، مش مهم، جيب لي المشاريع اللي تخصني. يلا مستنياك، باي باي. القهوه يا بنتي. ايه ده؟ هو في ايه؟ انت مش عارفه تشيلي صينيه قهوه؟ معلش يا مدام، انا ما كنتش اقصد. طب اجري جيبي حاجه مسحيه بيها قبل الباركيه ما يبوظ. حاضر. انا كلمت سامح، خليته يحجز لنبيل عنده في الاوتيل. كويس قوي. انت بقى حضري الافكار اللي عندك علشان لما نقعد معاه نبقى جاهزين. بس اللي انا مش فاهماه، هي القناه هتبقى ايه بالظبط؟ يعني مسلسلات بس ولا ايه تاني؟ احنا مش هنعمل قناه واحده، احنا هنعمل اكتر من قناه. لما كريم وسلمى يخلصوا كتابه المشروع هيجوا لنا ويوروه لنا، وبعدين احنا برضه نعرض عليهم افكارنا. طب هايل. انا بالمناسبه دي كنت بفكر غير المسلسل ان انا اعمل بروجرام كده خفيف لرمضان. حضري كل الافكار اللي عندك وجهزيها، وبعدين هنبقى نتكلم. طيب الجو حلو قوي بره، مش عايز نخرج نتعشى؟ يا ريت، ده انا عندي حاجات كتير بحضرها قبل الاجتماع بتاع بكره مع الاستاذ محمود الطويل المحامي، فحصر عليها.
لو انت في حد ممكن تكلميه وتتعشي معاه مفيش مانع، اتفضلي. طبعا اذنك. اتفضلي. انا مش فاهم ايه المشكله دلوقتي يا محمود بيه. المشكله يا سامح بيه ان البيانات دي مش كامله، معنى كده اني مش هقدر اقدم التقييم الصحيح اللي طالبه شهير بيه. يا سيدي دي كلها حاجات بسيطه، وقلت لك ممكن تاخد المعلومات دي كلها من البيانات اليوميه اللي عندي. اليوميه دي ما تلزمنيش، انا مش جاي اراجع حساباتك، انا جاي اعمل تقييم مالي للشركه ومع عقود الشركات السياحيه واعرف اللي لينا واللي علينا. يعني كده انا ما بقتش فاهم حاجه، مش عارف عقود الشركات دي فين وهيحاسبونا ازاي. حاضر يا محمود بيه، الدفاتر العقود دي موجوده، بس انا زي ما بقول لك هي راحت بالغلط للشركه في الغردقه وهبعت اجيبها لك، مش موضوع يعني خالص. اتفضل هاتها. حاضر يا محمود بيه، هجيبها لحضرتك، على اذنك. اتفضل. الو، صباح الخير يا فاضل بيه. واضح ان انا صحيتك من النوم. معلش انا اسف، انا اصلي طلبتك كتير قوي. انت كنت وعدني النهارده هتجيب لي اخبار عن الموضوع بتاعنا، صح؟ طمن يا عمر بيه، الموضوع هيخلص زي ما انت عايز بالظبط. اديني فرصه بس عشان اتصرف وبعد كده هتصل بيك واجيلك. طيب مع الف سلامه. مع السلامه. صباح الخير. صباح الخير يا ريس. ايه يا رجب سايبني نايم لغايه الظهر كده ليه؟ ما انت راجع الفجر، قلت اكيد ما نمتش كويس امبارح، سبتك تنام، هو الشغل هيطير يعني؟ طيب اعمل لنا حاجه ناكلها. ماشي يا ريس. يا صباح الفل، ازيك؟ وحشتيني. انا في مدينة الغردقة. لا عدي عليا انت بقى، هخلي رجب يعمل لك طاجن بامية انما ايه عجب. طيب يلا مع السلامة، باي باي يا جميل. هو في ايه يا عمر؟ ايه اللي حصل لك فجأة كده؟ يوم حفلة شهير كنت متفائل جدا بالدنيا. أنا مش فاهمة إيه اللي حصل لك من ساعة قرارات الحبس بتاعت أول امبارح. ايه اللي مش مفهوم يا شروت؟ ما هي واضحه زي الشمس اهي. لا مش واضحة يا عمر. أنا عارفة طبعا قرارات الحبس دي كانت حاجة سخيفة جدا أثرت فينا كلنا. لكن ما ينفعش تكسرك بالشكل ده. عارفه، انا اول مره احس بتقل الموضوع ده ساعه ما صدرت قرارات الحبس دي. عمري يا شروت ما حسيت بالتقل ده قبل كده، لا ساعة ما قامت الثورة ولا ساعة ما شالوني من الوزارة ولا حتى ساعة الرئيس ما اتنحى. قرارات الحبس دي حسستني ان انا خلاص انتهيت. انتهيت ليه؟ انت مالك اصلا ومال اللي اتحبسوا؟ ما هي سلسلة يا شروت، انت فاكراهم هيقفوا لحد كده؟ لا طبعا، اللي عملوه اللي اتحبسوا دول انا كمال عملته، كلنا عملناه، مصيرنا اكيد هيبقى زيهم. وانت فاكر يعني ان احنا هنسيبهم يعيشوا بقية عمرهم في السجن؟ لا طبعا ده مش هيحصل. خليهم بس يعملوا شوية الحركات بتاعة المحاكم والسجن ولبس السجن، ده كله بس عشان يريحوهم. لكن في الاخر هنخرجهم، ده ما فيهوش كلام طبعا يا عمر. ياه، انا مبسوط قوي بالتفاؤل بتاعك ده، بس للاسف انا مش قادر احس بيه. انا كمان يا شروت حاسس ان انا استعجلت يوم ما عبرت لك عن مشاعري في حفله شهير. انت بتقول كده ليه؟ لان انا حاسس بالانكسار بعد اللي حصل. ما ينفعش يا شروت بني ادم يبقى ضعيف قوي كده انه يحب. الحب صدقيني محتاج بني ادم قوي. كلميني بقى عن طاجن البامية، عجبك؟ يعني طيب
مش هتديني وصفته برضو؟ احنا قلنا قبل كده كله بتمنه. انت عايز مني ايه؟ عايز اقطعك حتت صغيرة نون واحطك وسط المانجا والعنب والتفاح واغطيكم كلكم كده بالكريمة والشوكولاتة والكراميل. مش عايز تحط عليها ايس كريم بالمرة؟ ولا اسنانك ما بتستحملش؟ لا انا عاوز احطكم في الفرن، انا ماليش في الساقع. تعالي. على فين؟ هنطلع فوق. فوق فين؟ هفرجك على الفرن بتاعي. بص يا فاضل، أنا اتجوزت 3 مرات عشان أنا لا بصاحب ولا بضيع وقت ولا بتفرج على أفران. أنا بتجوز وبس. وانا زيك بالظبط، وبكره هتشوفي. يبقى نخلي بكرة لبكرة ونخلينا احنا في النهاردة، مش دي كلمتك برضو؟ طب أنا عايزة أطلع برا ألعب مع جوجو، وحشني قوي. جوجو جوجو جوجو، أنا زعلانة منك وأنت بقيت كسلان وما بنقعدش بنجري وتفضل نايم وقاعد طول الوقت، بس أنا بحبك قوي. ماشي يا خسيس، وحياة امك لحبسك 4 ايام. جوجو جوجو، أنا زعلانة منك وأنت بقيت كسلان وما بنقعدش بنجري وتفضل نايم وقاعد طول الوقت،